أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم. دعاني الشيخ وليد إسماعيل إلى مناظرة بيني وبينه لنشاهد ماذا قال. كتير من الشيعة دخل الخاص بيرسل لي واتساب: لماذا لا تناظرون المقنع المتشيع المدعو ذو الفقار؟ طبعا أنا في البداية يعني كنت مكبر دماغي عن الموضوع، فلقيت الكثير من الأسئلة بتطرح. كتير من الشيعة يعني انتوا خايفين، انتوا مرعوبين منه، ده هدم دينكم، ده هدم السنة، ده هدم. فطبعا يعني قررت ان انا انزل الميدان. طبعا انا دخلت عليه قبل كده على الكومنتات بتاعته ورد عليا، قلت له انا عايزك في مناظرة مباشرة، فرفض وقال انت تعمل شريط وانا ارد عليه، وانا اعمل شريط وانت ترد عليه، وهكذا. طبعا ده الكلام ده بقاله حوالي تقريبا سنة وشوية او سنتين، الله اعلم بالمدة بالضبط. نعم، أنا طلبت منك الرد قبل سنتين على المقاطع التي رددت عليك فيها، وأنت رفضت ولم ترد إلى اليوم. ثم قلت في مقطع آخر: وبعدين قال والله اصل انا عامل لك حلقتين قبل كده انت ما رديتش عليهم ليه؟ اصل الحلقتين دول ممكن يكونوا بقى، اكيد الحلقتين دول حقيقة يعني ما تقدرش ترد عليهم. يعني انا عايز اعرف يعني الحلقتين دول اصلا في واحدة منهم من سنتين وواحدة من سنة، جاي تفتكرهم دلوقتي ان انا ما رديتش عليهم؟ اصلا انا ما رديتش عليهم عشان اصلا يعني والله هايفين جدا جدا جدا. وانا ابشرك ان اثناء ان شاء الله الحوار او حتى المناظرة هرد عليهم، بس بشرط ان انت ما تنتقلش من الحوار الاصلي في سورة التحريم للرد على الحلقة اللي انا هرد عليها. بعد ما خلص خالص ابقى رد انت بقى عليها براحتك، ما فيش اي مشكلة. لا، من الأفضل أن لا نتشعب ونشتت أفكار المشاهدين. خلي موضوع المناظرة حول موضوع واحد وهو سورة التحريم، وعندما ننتهي من المناظرة أن ترد على تلك المقاطع كما تشاء. نكمل. طبعا اول الاسس والضوابط ديت ان مفيش حاجه اسمها سخريه، مفيش حاجه اسمها سب، مفيش حاجه اسمها لعن، مفيش الكلام اللي بيحصل ما بينه وما بين ناس اخرين يعني، فبلاش منه. أنا متفق معك وليست عندي أي مشكلة، ولكن أنت قلت مفيش حاجه اسمها لعن، قلت ما فيش حاجة اسمها لعن. أنت تريد مني ألا ألعن الظالمين وأعداء أهل البيت عليهم السلام. ليست عندي أي مشكلة، ولكن في المقابل لا تتردى أنت عليهم كما فعلت في نفس المقطع. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها. ليس من الإنصاف أنك تطلب مني عدم لعن الظالمين وأنت تتردى عليهم. إذا كنت أجرح مشاعرك عندما ألعنهم، فأنت أيضا تجرح مشاعري عندما تتردى على من قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنا أقولها لك للمرة الأخيرة: أنا لن ألعن وأنت لا تتردى. إذا ترديت تعلن على نفسك الخروج من المناظرة، وأن أدلتي واستدلالي صحيح، وأني على الحق وأنت على باطل. وأعتذر من هذه المقدمة الطويلة، لكن كما وضعت شروطك لي الحق أن أضع أنا أيضا شروطي، وما هو إلا شرط واحد وهو عدم التردي. أما الشروط الأخرى التي ذكرتها في باقي المقطع فلن أعلق عليها، اشترط ما تشاء. وننوه إلى أن موضوع سورة التحريم هو من اختيار الشيخ وليد إسماعيل، ونحن أهل الكرم وافقنا على ذلك. وأما عدد المقاطع فقد اتفقنا نحن وهو على أن تكون 5 مقاطع لكل شخص في هذه المناظرة، وعلى ضوء ذلك أبدأ الرد على الحلقة الأولى. طبعا انا قلت ان احنا هنتكلم في سورة التحريم، لان سورة التحريم هم بيستندوا عليها على اشياء في تكفير ام المؤمنين عائشة، واحنا بنستند بيها على ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها لم تكن كافرة، لم تكن منافقة الى اخره. فأنا بقول في سورة التحريم كما سيظهر على الشاشة إن شاء الله الآية الكريمة في أول سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وطبعا سوف أذكر بعض علماء الشيعة الذين تكلموا في هذه الآية وقالوا إنها إرضاء لعائشة وحفصة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، منهم يعني الطبرسي ومنهم الطوسي. ماذا قال الطبرسي؟ قال: المعنى يا أيها النبي ناداه سبحانه بهذا النداء تشريفا له وتعليما لعباده كيف يخاطبونه في أثناء محاورتهم ويذكرونه في خلال كلامهم. لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال: من الملاذ تبتغي مرضات أزواجك، أي تطلب به إرضاء نسائك. ده تفسير الطبرسي.
تفسير الطوسي ماذا يقول؟ وقوله تبتغي مرضات أزواجك معناه أنك تطلب رضاء أزواجك في تحريم ما أحل الله لك، فالابتغاء هو الطلب. طيب أنا بقى يا إخوانا سؤالي إيه في الآية الكريمة ديت؟ سؤالي إن الابتغاء هو عمل قلبي، وده معروف لدى جميع العلماء وجميع أهل اللغة العربية. طيب أنت عايز توصل إيه؟ عايز أوصل للسؤال اللي هيتحط على الشاشة دوت، ألا وهو: من المعروف أن الابتغاء عمل قلبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتغى إرضاء عائشة وحفصة رضي الله عنهن وأرضاهن كما قال علماءك، فكيف نجمع بين الميل القلبي للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة رضي الله عنهن وأرضاهن وإرضائهن، وأنتم في نفس الوقت تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بنفاقهن؟ وكيف نجمع بين ميله القلب لهن وبين قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ فده سؤالي للمتشيع المقنع. أنت في نفس المقطع ذكرت شرطا حول الاستدلال بالعلماء ثم خالفته الآن، ولكن لا يهم. المهم سؤالك واضح جدا، وهو: كيف يبتغي رسول الله مرضاة عائشة وحفصة وهو يعلم بنفاقهما؟ لأن الله قال لرسوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وإشكالك هو: كيف لم يجاهد رسول الله عائشة وحفصة ويغلظ عليهما وهو يعلم بنفاقهما؟ هذا هو إشكالك. أولا هذا الإشكال باطل من أساسه وخاطئ. لماذا؟ سؤال: هل الاسترضاء يكون فقط للمؤمن أم يجوز أن يكون للمنافق أيضا؟ يعني رسول الله إذا ابتغى مرضاة أحد هل لا بد أن يكون ذلك الشخص مؤمنا أم يجوز أن يبتغي مرضاة المنافق؟ إذا قلت يجوز أن يبتغي مرضاة المنافق ستكون قد أجبت على نفسك وأبطلت استدلالك من أساسه، وهو أن رسول الله استرضى عائشة وهي منافقة. أما إذا قلت لا يجوز لرسول الله أن يسترضي إلا المؤمن، أقول لك: من أين لك هذا؟ لأن كتاب الله وسنة رسول الله تعارض كلامك. فقد ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله ومن المسلمات عند المسلمين أن رسول الله كان يسترضي المنافقين. أين الدليل؟ إليك الدليل. القرآن الكريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. رسول الله أغنى هؤلاء المنافقين. لماذا فعل هذا؟ فعل هذا لأنه يريد أن يسترضيهم ويتوبوا إلى الله. فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. إذن رسول الله يمكن أن يسترضي ويغني المنافقين لكي يتوبوا إلى الله. نشاهد هذا المصدر: صحيح مسلم بشرح نووي دار التقوى الجزء 7 صفحة 1269 حديث 1059: أخبرني أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازين ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، إلى أن يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم. إذن يمكن لرسول الله أن يبتغي مرضاة المنافقين ويسترضيهم اتقاء شرهم أو تأليف لقلوبهم، فيعطيهم أكثر من غيرهم لكي يتوبوا بحسب المصلحة أو بما يأمره الله. آية أخرى: سورة التوبة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن يمكن لرسول الله أن يحسن للعدو والكفار والمنافقين ابتغاء سد باب شرهم، فما المانع إذن أن يبتغي مرضاة عائشة وهي منافقة لسد باب شرها وأذيتها؟ فعائشة وحفصة من هؤلاء. لنعود إلى سورة التحريم. سورة التحريم: بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ليس المقصود من الآية المباركة أن النبي قام بتحريم ما أحل الله بالحرمة التكليفية التي تترتب عليها آثار العقاب، وإنما المقصود من التحريم في هذه الآية المنع، إذ منع عن نفسه شيئا بسبب كذبة اتفقت عليها عائشة وصاحبتها. وتعلمون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله من الكبائر، فالنبي رائحة فمه طيبة وطاهرة، وهاتان تكذبان عليه وتقولان له رائحة فمك كريهة، فمنع النبي عن نفسه ذلك مرضاة لهما مع علمه بكذبهما، ولكن ليدفع بذلك مكرهما وأذيتهما. ولذلك فالآية من باب إياك أعني واسمع يا جاره، وباقي الآيات توضح الغضب الإلهي الذي نزل عليهما. نكمل. تبتغي مرضات أزواجك. هذا الخطاب من الله لرسوله أراد أن يبين له بأن هذا الذي ابتغيت مرضاته ما كان يستحق، يعني حرمت على نفسك شيئا لمن لا يستحق، وعائشة لا تستحق هذا. فرسول الله ابتغى مرضات عائشة وحفصة ليس بشرط أن النبي يريد مرضاتهما حبا بهما، بل دفعا لأذيتهما. لماذا؟ لأن قلوبهما غير مؤمنة، لهذا الله طالبهما بالتوبة. نكمل. إن تتوبا إلى الله. آية صريحة، الله يطالب عائشة وحفصة بالتوبة، ويثبت وقوع جناية وذنب عظيم. هل الله طالبهم بالتوبة من شيء هين بسيط ومعصية صغيرة؟ لا، بل لأن قلوبهما مالتا عن الحق والإيمان. نكمل. فقد صغت قلوبكما. قد حرف التحقيق، إذن قلب عائشة وحفصة صاغ عن الإيمان، بمعنى زاغ عن الإيمان، انحرف عن الإيمان. فلو لم يكن قلبهما صاغ عن الإيمان لما طالبهم الله بالتوبة، فإن ذنبهما لم يكن بالشيء الهين، وإلا لما استدعى هذا التعبير الخطير عنهما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عائشة وحفصة تظاهرتا على رسول الله، إذن هذا الذنب يقتضي التوبة من عائشة وحفصة. أنت أهملت كل هذا وتشبثت فقط بتبتغي مرضات أزواجك، إذن هما صالحتان، وتناسيت كل هذا الذم والتهديد والوعيد من الله لهم. وأنا لم أكمل حتى الآية لأنها كلها ذم في عائشة وحفصة. وأنا هنا أطالبك بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله الصحيحة والصريحة أن عائشة وحفصة تابتا من هذا الذنب. بعدما تأتيني بهذا الدليل أريد دليل آخر من كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة والصريحة بأن الله قبل هذه التوبة وتاب عليهما. الآن قد تقول طيب، لماذا إذا رسول الله لم يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم؟ طيب ائتيني بدليل على أن رسول الله جاهد كل المنافقين وغلظ عليهم. لا تأتيني بشخص واحد، لا، بل بكل المنافقين. إذا قلت غلظ على شخص واحد دون الآخر، إذا يمكن لرسول الله أن يغلظ على شخص دون الآخر. إذا يمكن لرسول الله أن يغلظ مثلا على المنافق أبي بن سلول ولا يغلظ على عائشة. والغلظة لا تعني بالضرورة الضرب، بل هي أعم من ذلك، فتشمل الضرب وتشمل التعنيف والانتهار وغيرها. وأغلب مصادق الغلظة استعملها رسول الله مع عائشة. وهل إذا لم يغلظ عليها رسول الله يعني بأنها مؤمنة؟ هل إذا لم يغلظ رسول الله على أحد يعني بأنه مؤمن؟ إذا قلت نعم فيلزم أن أبي بن سلول مؤمن، فرسول الله ما كان يغلظ عليه، بل مع كل ذلك الأذى الذي كان يؤذي به رسول الله ما كان يغلظ عليه، بل حين مات صلى عليه رسول الله ولفه في ثوبه. فهل ستقول بأن أبي بن سلول مؤمن لأن رسول الله ما غلظ عليه؟ والآن أعيد لك نفس السؤال والإشكال الذي طرحته عليه. وكيف نجمع بين ميله القلب لهن وبين قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ نفس هذا الإشكال أوجهه لك. كيف تجمع بين آية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وبين أن رسول الله لم يجاهد ولم يغلظ على أبي بن سلول؟ إذا قلت جاهده وغلظ عليه اعطيني دليل صحيح صريح أنه فعل ذلك، ولا فقط مع أبي بن سلول بل مع جميع المنافقين الذين كانوا في المدينة. إذا قلت فقط غلظ على أبي بن سلول دون الآخرين سأقول لك بأن عائشة من الآخرين الذين لم يغلظ عليهم، وهذا لا يعني أنها مؤمنة بل منافقة ولكن لم يغلظ عليها. أيضا أنتظر الإجابة والدليل على أن عائشة وحفصة تابتا كما طالبهم الله أن يتوبا. وإذا وجدت دليل على أنهما تابتا أريد دليل آخر على أن الله قبل هذه التوبة وتاب عليهما. وهناك دلائل واستدلالات أخرى سأتركها في الحلقة القادمة إن شاء الله لكي لا أطيل.
فأنا حاولت الاختصار وحاولت أن أبقى في نفس الموضوع وأن لا أتشعب. فأرجو منك أيضا أن تلتزم بالحوار ولا تتشعب، وأن يكون الحوار هادفا بدون تعصب، وأن تكون الحلقات مدتها قصيرة إذا أمكن. هذا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.